في اخر سنة ليها، وانا شغال اقول لها يا بنتي اجلي السنة دي خليها في اي سنة تانية، وهي مش راضية. هي بتروح وتيجي طول النهار مذاكرة، ده غير ان المصاريف وغير ان هي كمان ما بتقدرش تقوم بكل واجباتها في البيت. وانا اتخانقت الصراحة من الموضوع ده جامد وبقيت متضايق. ازيكم؟ انا متجوز من 9 شهور ومفيش اي مشكلة خالص، ولكن في مشكلة واحدة بسيطة، ان انا اتفقت مع حماية ان بنته تكمل دراستها في بيتها، ولكنه هو قال لي لا احنا هنأجل الفرح لبس السنة دي لحد ما البنت ما تتخرج من الجامعة. وقلت له لا يا حاج انا ما عنديش مشكلة تكمل دراستها في البيت واحنا متجوزين. وقال له يا ابني وانا عليا كل المصاريف لحد ما تخلص دراستها. فكلمتها وقلت لها بصي يا بنتي اجليها، راحت هي رفضت بقى وقالت لي لا انا مش هينفع لازم اكمل تعليمي، واحنا اتفقنا وانت قلت لبابا. طبعا انا سمعت الكلام ده واتضايقت، اللي هو ازاي يعني حاجة زي دي؟ انا مش عايز اكبر الموضوع عشان خاطر ما اروحش اقول لاهلها والموضوع يكبر وبتاع، وبعدين بكره وبعده هو ما فيش حمل دلوقتي، بس ممكن بكره وبعده لو حملت هيكون ايه بقى اللي هيتم. انا مش عارف الصراحه اتصرف في موقف زي ده، فكنت محتاج اخد رايك في موضوع زي ده. خليني افكر حضرتك، لو حضرتك اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتكون موجود عندي وتفعل زر الجرس عشان خاطر يجيلك كل الجديد، وما تنساش طبعا تقول رايك في الكومنت وانا برد على كل الكومنت بتاعك. اما بالنسبه لرايي انا، بص يا معلم، انا هكلمك بقى ايه راجل لراجل. ينفع انت تقولي على حاجة وتطلع مش راجل معايا فيها؟ طيب انت اول اتفاقك مع ابوها، يعني اسف يعني انت طلعت عيل بامانه، يعني ما تزعلش مني، انا بكلمك بصراحه وانا بتكلم بكل وضوح في كل فيديوهاتي. اول حاجه اتفقت فيها مع عمك طلعت مش تمام فيها. وبعدين هي ايه ذنبها ان انت طالما هو باباها قالك ان هو هيتكفل بكل المصاريف، فانت مصاريف ايه؟ هنقول يا سيدي ان انت ما تقبلهاش على نفسك ونخوه وانت لازم تصرف عليها. اعتقد ان مش ده السبب الرئيسي. يعني ايه المشكلة يعني لما هي تكمل دراستها؟ بالعكس، ده لما تتعلم وتبقى افضل وتخلص دراستها ربنا يكرم، وممكن في يوم من الايام تساعدك تعلم ولادها كويس، تبقى حاجات كتير جدا لو اتكلمنا عليها مش هنخلص الفيديو. ولكن ابوها قال نأجل، انت اللي استعجلت، انت بقى شايف في موضوع تاني، في حاجة تانية ما اتكلمتش معايا فيها في الرسالة اللي انت بعتها، ده موضوع يرجع لك. ولكن اللي انا عايز اقول لك اوله شرط اخره نور، بالبلدي كده بالبلدي. يعني انا قلت حاجه لازم ابقى قدها، ما ينفعش ان انا يعني انا خليني هقولها لك بطريقه تانية اشك. يعني هو انت لما بتشتري البانه وتيجي تاخد النكهه بتاعتها وبعد كده بترميها، بينفع تاني تروح تجيبها؟ قد ما ينفعش. ليه قلتها؟ ده ابسط حاجه خالص يعني.